ايه دورك في مسلسل الراعي؟ هو دور نور. هي حبيبة أستاذ ماجد المصري. سعاد الراعي أخت نجوم أستاذ ماجد المصري، أستاذ خالد الصاوي، أستاذ أحمد عيد. ريم الراعي بنت أستاذ خالد الصاوي، وطبعا جاية من عيلة يعني أستاذ ماجد المصري عمي وأستاذ أحمد عيد برضو. طارق في مسلسل أولاد الراعي. طارق شخصية شوية غامضة لحد ما بنعدي 15 حلقة الأولانيين. بعد كده بنفهم بقى بعد كده مين طارق، يعني ليها احتكاك بكل شخصيات المسلسل تقريبا يعني. طب هنتعاطف معاكي ولا هنزعل منك زي الدشاش؟ أنا ما بزعلش حد. أنا أميرة وما بزعلش حد. شفتوا بقى حاجة المفروض تسامحوني فيها؟ ايوه طبعا. أصل كلنا جوانا خير وشر، ويعني أنتوا عايزيني أبقى خير على طول؟ لا مش معقولة. طب على الأقل الشر اللي أنا مش عارفة أعمله في الحقيقة أعمله صح. قدام الكاميرا. صح ولا لأ؟ تعاطف معاك السنه دي ولا هنزعل بقى منك ولا ايه؟ الاتنين. وأنا بذاكره كمان كان الموضوع صعب أوي. يعني أنا على طول بذاكر الورق مع أستاذ رامي الجندي، فأما وريته الورق قال لي أنا عايزك تعملي الدور ده عشان الدور ده مختلف عنك تماما وهتطلعي منه حاجة تانية خالص. مش أنا مش أنا حتى في العلاقات كده ولا أي حاجة. فبحب ألعب قوي الحاجات دي اللي هي مش أنا تماما. طريقة حبها لي طريقة حبها لي مختلفة تماما، خلتني أعيد حساباتي كان وراهم في حاجات كتير قوي، إن هي إزاي بتدافع عن حبها قوي كده. فرح دي بنت طيبة. يعني حاجات مختلفة بقى كده عن الحاجات اللي قدمتها، مش كوميدية ولا حاجة، بس هي المرة دي بنت طيبة وجميلة وعايزة السلام. عارفة الحد اللي هو عايز الدنيا كلها تمشي حلو والعيلة تتصلح وكل حاجة تبقى كويسة. فدي فرح. شغلي أغلب شغلي مع أمل بشوشة، هي طالعة عمتي. وطبعا متولي اللي هو أستاذ شادي مقار، هو الشخص الشرير اللي موجود في المسلسل أو من ضمن الأشرار يعني اللي في المسلسل. شغلي معاهم، وبعد كده مع أستاذ خالد الصاوي طبعا، وبعد كده ماجد المصري وكده يعني. وان شاء الله يعجبكم. فهو مسلسل حلو قوي، إن شاء الله يعجبكم، وشخصية حلوة قوي.